السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم طريقة عمل هذا الكيك الاسفنجي بطريقة سهلة وبسيطة وكذلك بكريمة اقتصادية وفي المتناول، والاهم ان طريقة سهلة وما غتاخذش لكم جهد ووقت كتير والنتيجة كتكون رائعة. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الطريقة وتستافدوا ان شاء الله. اليوم اول حاجة غادي نعملوها هي الكيك. غادي نحتاجو 5 البيضات وفاني. بالنسبه للملح غادي نديرو قبيصه، وسكر سنيده يعني نص كاس وربع. غادي نخلطو كل جيدا بالطراب الكهربائي، وكنضيف السكر شويه بشويه حتى كننتهي من الكميه اللي عندي، طبعا مع الخلط المستمر حتى كتضاعف الحجم ديال هذا البيض وكيولي القوام ديالو ابيض كيف ما كتشوفوا. من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالو كنتوقفوا على الخلط، وغادي تشوفوا القوام يكون كيف ما موضح في الفيديو. غادي ندوزو للمكونات الجافه. غادي نحتاج كاس ديال الدقيق وجوج ساشي ديال الكاكاو. الا عندكم الكاكاو ماشي لي ساشي غادي تستعملوا 2 ملاعق كبار. صراحه هذا الكاكاو ديال لي ساشي كيعطي واحد اللذه ديال الشوكولا، ما كيكونش مار بزاف. كنغربلوهم مزيان وكنضيفهم للخليط ديال البيض اللي سبق وحضرنا. كيف ما كتشوفوا انا فقط مسرعه المقطع، فكنحركو من الفوق لتحت وكنحاولوا ما نخرجوش الهواء اللي سبق ودخلناه في البيض. هذا هو المول اللي غادي نطيبوا فيه الكيك. غادي نوضع ورق الزبده كيف ما غتشوفوا. فهذه هي الطريقه اللي كنعمل باش غادي ناخذ القياس ديال القاع ديال هذا المول، وكنقطع حتى كنحصل على القياس اللي بغينا. غادي نوضعو هكا وغادي نوضع الخليط ديال الكيك. وهنا انا شعلت الفران فقط من التحت. من بعد ما كيسخن الفرن كنقصوا شويه درجه الحراره، ما كنخليوش مجهده بزاف باش الكيك يطيب لنا من برا وكذلك من الداخل. هذا هو الكيك من بعد ما طاب. صراحه كيجي اسفنجي والمذاق ديالو هائل. المول عندي يعني كبير ماشي عالي بزاف، ما جانيش الكيك عالي بزاف لان المول كبير. غادي نقطع بهذا الشكل، الطريقه التقليديه المعتاده عندنا باش غادي نحصلوا على طبقات يكونوا متساويين شيئا ما. كيف ما كتشوفوا الكيك باقي ما سقيتوش وما شاء الله كيجي رطب واسفنجي. من بعد ما كيتطهى الكيك كنخليو تقريبا حتى كيبرد وكندخلو للثلاجه عاد كنمونطيوه. بالنسبه هنا للكريمه اللي غادي نستعمل كريم شونتيي. هنا الحليب عندي كاس ديال العنبه، وضعته في المجمد حتى يعني كنلقى دوك الحبيبات كيتجمدوا ديال الحليب، ومن بعد كنخدم به هاد الشونتيي حتى كنحصلوا على كريمه. كنعمل هاد الطريقه باش نتفادى ان هاد البودره ديال الكريم شونتيي طاير. من بعد ما كنحصلوا على كريمه كيف سبق لي وذكرت كيكون الكيك عندنا في الثلاجه بارد باش نتفاداو ان الكريمه تسيح ويجي المول او الكيك شاد راسو مزيان، لان ما غنستعملوش السيركل. يعني غادي نخدمو بطريقه عاديه المعتاده عند جميع الاخوات. يعني اللي عنده الادوات ديال لي كيك غادي يديروا، اللي ما عندوش كذلك غادي يديروا. بالنسبه هنايا سقيته بالحليب وضعت فيه النسكافيه، وغادي نوضع الكريمه
طريقة سهلة كيف كتشوفوا. ماشي ضروري اي اخت تكون محترفة باش تحصل على لاطاق ديال عيد ميلاد ولا تفرح وليداتها او الضيوف اللي جايين عندها. طريقة سهلة. بالنسبة هنا للحشوة ممكن تعملوا اي حاجة عندكم. ممكن خطوط ديال الكراميل، شوكولا. بالنسبة لي انا عملت مكسرات لوز وقرقاع، طحنتهم شوية ووضعتهم فوق الكريمة، عاد وضعت الطبقة الثانية ديال لاجينواز سقيتها وعاود غنوضع الكريمة. هنا ضروري الكريمه تكون بارده، يعني الحليب يكون مجمد شويه، وحتى الجينواز تكون في الثلاجه تكون بارده مزيان، او يعني يعملوها قبل بساعتين او ليله، يعني من الاحسن تكون ليله كامله تكون في الثلاجه. هنا غادي نسقي الطبقه الاخيره يعني بالمقلوب، غنسقيها بالحليب اللي وضعنا فيه القهوه سريع الذوبان، وغادي نوضعوها كطبقه اخيره. وغادي نوضع الكريمه اللي تبقات ليا. فبالنسبه لي هنايا استعملت ساشي وحده ديال شونتيي، عملت ليا طبقات وكذلك زينت من برا من الوجه ديالها. غادي نحاول نغطي هذا الكيك ونغطي كذلك الجوانب. اخوات اللي ما كيتوفروش كيف سبق لي وذكرت على ادوات، فممكن تستعني فقط ملعقه خشبيه، يعني اي حاجه متوفره عندكم، اي حاجه مسطحه ممكن انكم تقادوا بها الوجه ديال هذا الكيك. كنحاول نملأ الفراغات. بالنسبه للاخوات اللي غيعملوا الكلاصاج فقط يكتفيو بالتزيين ديال الكريمه، واللي غادي يعملوا الكلاصاج فقط يعني كنقادوا الجوانب والوجه ديال لاطارت، وكنصاوبوا الكلاصاج اللي غادي تشوفوا معايا. غادي نحتاج كأس غير مملوء ديال الكريمه والشوكولا. استعملت هنا شوكولا ديال الاكل، ممكن تستعملوا غالا او 5 sur 5، يعني هذا فقط كلاصاج للتزيين، ماشي يعني غادي نعملوا حشوه او غادي نمونطيو به لاير كيك. وهنا الكريمه زينت بها من الفوق بهذا الشكل، وكذلك الكرز. هذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها، صراحه كتجي هائله ولذيذه وحتى طريقه سهله. وشكرا على المشاهده.